كيكة طبقات كريمي من غير فرن. عندي الأول 4 معالق من السكر، 3 معالق كاكاو خام، نص كوباية من المية الباردة. بقلبهم مع بعض وبنزل عليهم 3 معالق من الزبدة. رفعهم على النار لمدة 7 دقايق. وبعد كده بكون محضرة أي بسكوت سادة وبنزل عليه بالخليط اللي أنا عملته معاكم، بقلبهم مع بعض كويس. بجيب عندي أي صينية، دي صينية بايركس نزلت بيها كده بأول طبقة، بوزعها كويس. بحضر طيب تاني طبقة، عبارة عن كوبايتين، كوبايتين ونص من الحليب، 4 معالق من الدقيق، 3 معالق من النشا، ورشة من الفانيليا. باخد بقى الكلام ده كله وبقلبه كويس. لازم الخليط ده ما يكونش فيه أي تكتلات خالص. بدوب الدقيق كويس في قلب اللبن زي ما انتوا شايفين كده. ارفعهم بقى على النار لمدة 5 دقايق. بعد ما يتقل معايا بنزل بمعلقة من الزبدة، وبحط بقى كده دي تاني طبقة. بحضر تالت طبقة، عبارة عن كوباية من الكريم شانتيه، كوباية من المية الساقعة، معلقتين باستر كريم، و3 معالق من السكر. أول ما يتقل بقى كده معايا بحط تالت طبقة. رابع طبقة قالب شوكولاتة، معلقة من الزبدة، وبحطهم كده على الوش. طبقة رابعة وبسيبهم طبعا في التلاجة. وبتطلع أحلى كيكة سهلة وسريعة من غير فرن وطعمها روعة. لو الوصفة عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناة.